لكم الملفوف بطريقه الغرب الجزائري. هنا فيه هرم كيفاش نديروا له، والملفوف ولا البولفاف اللي يقولوا له في المناطق الاخرى نسحقوا فيه الكبده ونسحقوا فيه الشحم. الشحم هنايا هذا غادي يجي في الدواره، بون كي نقلعوه من الدواره حنايا نشلوه بشويه تاع الماء ولا الكالي ما يشلاش، وتقصوا فوق السلك ولا في الحبل باش ينشف. هذا هو. دروك غادي نخدموا اول شيء نخدموا الشحم، نجيبوه كيما هكا، نجيبوه ونحلوه فوق طابله ولا فوق طاوله العمل اللي تبغوا تخدموا فيها. وهنايا كاين اللي الشحم يجيها غليظ في الكبش تاعها ولا في الكبش اللي يكون عندها الشحم فيه يكون غليظ. فهذوك العروق هكا تاع الشحم تكون غليظه تخسرنا الملفوف تاعنا. هنا عندي كاستيوس ولا تدبيره انا الوالده تاعي ديرها ربي يحفظها. هنا نقضبوا الوراق ونقعدوا نحلوا في هذاك الشحم، يعني باش يولي مستوى واحد ويولي ما يوليليش هذوك الطرق اللي فيه ولا هذوك العروقه ما يقعدوش يخسروا لي الملفوف تاعي كي ناكلوه ويقعد فريمون هكا يلعب في الفم. المهم هنايا باش يذوب لكم ثاني بطريقه سريعه. هنايا تجيبوا الوراق، تجيبوا هذيك المطرقه الخاصه باللحم وتضربوه كيما هكا يولي لكم رقيق. هذه هي. وهنايا الشحم هذا كي غادي نخدموه ثاني غادي نجيبوا مقص ولا خدمي ونقصوه الى اشرطه طويله تكون كيما هكا يكون عندها العرض تاع 5 سنتيم ولا 6 سنتيم كل وحده على حساب الحبه تاع الملفوف اللي باغا ديرها. غادي ندير هنا اشرطه هكا نكمل كاع الكميه والكونتيتي تاع الشحم على حسب عدد الحبه تاع الملفوف وكل وحده والكبده تاعها الكبش تاعها قداش. نديروا اشرطه ونوجدوهم ونخلوهم على جهه نفوتوا ديريكتومون دروك كيفاش غادي نخدموا الكبده وكيفاش نشووها. دروك هنايا الاشرطه تاعي راني وجدتها، وهنا ها هي الكبده امامي. الكبده هنايا ما غادي ندير فيها والو، نخليها كيما هكا صافيه. اكيد نشلوها بشويه تاع الماء كنخرجوها من الكبش. انايا هنايا نطيبوها في المغرب، احنا كعادتنا نطيبوها في المغرب، ما ناكلوهاش ما نفطروش بها. وكاين اللي يفطروا بها على العشرة ولا زعما فطور صباحي مور اللي يجوا من الجامع مور الذبيحه يخدموا الكبده وياكلوها. حنا لا، في العائله تاعنا وكاع نخدموها نخلوها حتى الليل مع المغرب نشووها وناكلوها. خواتاتي وخوتي دروك غادي نشووها فقط على الجمر هنا كما راكم تشوفوني دايره مجمر تشعلوه قبل نص ساعه ولا حتى هذيك النار كاع تطفى تولي لكم هكا غير هذيك الشعله رقيقه. ها هي نحطوا لاغري ولا نحطوا الشوايه تاعنا ونجيبوا هذيك الكبده كيما هي، لا ملح لا والو، كبده صافيه وناشفه من الماء، اكيد تكون ناشفه. نحطوها فوق المجمر ونخلوها تنشوى على نار على الجمر فقط. ولا الجمر هنايا لا طاحتكم شويه تاع شحم ولا الهب معكم من المجمر ديروا توجو وحداكم قرعه صغيره تاع الماء تكونوا تاقبينها وطفوا بها هذيك الشعله تاع النار. هنا اكيد غادي تقلبوا الكبده تاعكم على الجهتين حتى لا طيب. هنايا صاي طيبتها كما راكم تشوفوا. دوك غادي نقطعها دي مورسو. هنا كما راكم تشوفوا طابت لي الطبقه الفوقانيه والتحتانيه وعلى الجوانب. الوسط قعد لنا خضر، هذا هو الطياب تاع الكبده. الوسط يبقى لكم خضر. هنا غادي يكمل طيابه في المرحله الزوجه. هنا غادي نقسموها كيما هكا الى اشرطه ولا شرائح، كل وحده كيما راهي باغيه تقسم الكبده. غادي نقسمها انا نواصل كيما هكا نديرها متوسطه، ومن بعد نفوتوا ديريكتومون نملحوها كما راكم تشوفوا هكا. تملحوها بالملح كل وحده وحسب الملح اللي تبغى ديرها. حنا نديروها غير بالملح، لا كمون لا فلفل كحل ولا الحرور لا والو، ديروا غير الملح في الكبده تجي منكهه علامه وتجي شابه. دروك غادي نفوتوا ثاني هاد اللي قسمناهم دلي مخصو نحطوهم نعاودو غير على الجمر. راكم تشوفوا هنايا بلي جمر فقط مكاش النار. توجور القرعه تاع الماء حداكم، لا لهبتكم النار توجور طفوا. دروك نحطوا هاد الشرائح ينشووا غايه تقلبوهم بين الجهتين كل وحده وكيفاش تبغيها. كاين اللي تبغيها طايبه بزاف، كاين اللي تبغيها نص طياب. هنايا تبقى على حسب الذوق كل اسره. هنا غادي صاين نقلبوها على جهتين نعاودو ندوها فوق الطابله ونقطعوها دي مورسو ولا نقطعوها مربعات ولا مكعبات على حساب كل وحده واش حابه دير في السفود تاعها. لازم لكم الوسط تاعها يكون طايب غايه. دروك حنا نجيبوا هذيك الاشرطه تاع اللي وجدناها تاع الشحم نملحوها شويه باش تجينا بنينه وما يجيناش الشحم صامت. نلووها على المكعب تاع الكبده اللي درناه، ديروا ليه ونص ولا لفه ونص ودخلوها في السفود ولا في السيخ ولا في العود الخشبي. وزيدوا الزوجه وزيدوا الثالثه كل وحده السفود تاعها شحال تبغي دير فيه ولا السيخ تاعها شحال تبغي. كاين دير 4 حبات، كاين دير 5، كاين دير 6.
سا ديبون كل وحده هنايا كيفاش تعمر. انا غادي نوصل كيما هكا، نعمر الصفيفي تاوعي، نعاودو ندوها فوق المجمر تنشوها غير شويه، صاي كلشي راه طايب هنا، غير الشحم يطلق لنا على الكبده كيما هكا، غير على الدخان وعلى على الجمر، ما كانش نار كاع، وتاكلوها بالصحه والهنا، ونقول لكم صحه عيدكم وصحه عواشيركم، وان شاء الله تسيو هذا الملفوف كيما هكا، واش كل واحد وكيفاش يدير له. جزائر عريقه وعميقه بالعادات تاعها، لكن هذا هو ملفوف الغرب وملفوف وهران. واستودعكم رحمه الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.